العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات. من الفضل أن نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستهلها معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية تخرج دفعة جديدة من طلابها. دفعة ثانية من طلاب الصف 11 في الأوسط يتوجهون إلى ساوة. جمعية المهنيين الزراعيين الوطنية تعقد منتداها 12. ترامب يتأمل من بكين برفع الرسوم على الواردات الصينية. بيونغ يانغ تجري تجارب باليستية. ومجموعة السبع تعقد قمتها في فرنسا. أهلا بكم إلى التفاصيل. خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية صباح اليوم 24 من أغسطس دفعة جديدة من طلابها بمختلف التخصصات. للمزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي مع الزميل قاسم أحمد. خرجت كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية في 24 من أغسطس الجاري في مراسم جرت بساحة جامعة أسمر 677 طالب، منهم 41% طالبة، حيث تخرج 60 طالب بدرجة الدكتوراه و13 بالماجستير و207 بالبكالوريوس و397 بالدبلوم. وقد تخرج الطلاب بمجالات الصحة العامة وطب الأسنان والمهن الصحية الفنية مثل علوم المختبرات الطبية والصيدلة السريرية وطب الأسنان والعلاج الطبيعي وطب الأشعة والتمريض، طب الولادة والعناية المكثفة، وعلم التخدير للصحة العقلية وتمريض العيون والبصريات وعلاج الأسنان والصيدلة، إضافة إلى الصحة العامة. وذكرت وزيرة الصحة أمينة نور حسين في الكلمة التي ألقتها أهمية تقدم وتطور المجال الصحي في ازدهار البلاد، وانطلاقا من هذه الأهمية عملت الحكومة الإريترية ولا زالت تعمل مانحة التوزيع العادل للخدمات الصحية الاهتمام الأكبر، كما تعطي أيضا مهمة تطوير الموارد البشرية الأولوية القصوى. نتي منغستي إريترا تلمو زلو درجات عناوي معبالة. أوصي أن تعملوا بوفاء وإخلاص لتنفيذ البرنامج الصحي الذي شرعت فيه الحكومة الإريترية لتحقيق نجاحات صحية ملموسة من جهة، ومن جهة ثانية تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج العالمي المعروف بالبرنامج الصحي المستدام، وعلاوة على ذلك أن تسعون جاهدين لبناء وطن مزدهر يتمتع بالسلام والرخاء والازدهار. سلام زسفنا رفتا زعسلا هاجر كونت نمقبال إجامكم كتبركتوا اللابو. وقالت الوزيرة أمينة نور حسين بأنها تتوقع من الخريجين تنفيذ المسؤولية الملقاة على كاهلهم بنجاح. من جهته قال عميد كلية أوروتا الصحية للطب والعلوم الصحية البروفيسور يماني سيوم إنه ابتداء من العام الماضي تم دمج مدرسة أوروتا للصحة العامة وطب الأسنان وكلية أسمر للعلوم الصحية في كيان واحد، وهذا التخريج يجري للمرة الأولى بعد عملية الدمج تحت مسمى كلية أوروتا للطب والعلوم الصحية، إلا أن كل منهما ظلت تخرج للمرة 9 و11. وأوضح البروفيسور يماني بأن كلية العلوم الصحية خرجت حتى الآن إضافة إلى خريجي هذا العام 4175 مهنيا صحيا، فيما خرجت مدرسة أوروتا للطب العام وطب الأسنان 380 مهنيا صحيا. من جانبه أوضح ممثل الخريجين بأنهم حققوا هذا النجاح الباهر بفضل استثمار الحكومة الضخم في هذا المجال ورعاية الآباء واهتمام المعلمين العالي، متعهدا بتعزيز دورهم وبذل جهود حثيثة لتحقيق الهدف المنشود. وقال الخريجون الذين التقت بهم وكالة الأنباء الإريترية إرينا إن تطور مشاركة الإناث الملموس في كافة المجالات التعليمية عامة وخاصة المجال الصحي يبرز مدى تحضر المجتمع المدني، مناشدين للدفع بهذه المشاركة قدما. وفي الختام أدى الخريجون القسم لتقديم خدمات صحية عالية الجودة مستفيدين من المعرفة المكتسبة. ازدادت نسبة مشاركة الإناث في مائدة التعليم في كل من المراحل التعليمية الابتدائية والمتوسطة والثانوية وحتى التعليم العالي عاما إثر آخر، وهذا إن دل إنما يدل على تطور مجتمعنا وتحضره، لكن هذا ليس كافيا وإنما يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود الحثيثة لتحقيق الأهداف المنشودة. كمزي يكون النيرو تقدم داتا ما حيشي خير الله جناهم بزح سرح قد لينا إذا ترى أقول لا يكونن
بحجون كم عبلات إنا نتصبين مالتي تفعل زوباتات ممتع وتفعل زوباتات أبو ممدابسي. إن القدوم للدراسة مع طلاب الأقاليم المختلفة والتوزيع بعد التخرج في الأقاليم يساعد على تعلم ومعرفة الكثير من الأمور المفيدة، فضلا عن تعلم لغات متعددة وتبادل الأفكار والثقافات ما بين الطلاب. فمثلا إذا قدم الطالب من إقليم القاشبركة أو إقليم آخر ودرس في أسمرة ومن ثم تم توجيهه للعمل في إحدى الأقاليم، سيكتسب المزيد من الخبرات والقيم التي تساهم في تمتين الوحدة الوطنية. أفتي برتاو أسي دك أنستيو معارض تبعتيو خوينن نتي إرتران خمس جبرو توفاينت. إن مشاركة المرأة الإريترية أخيها الرجل في فترة الكفاح المسلح لعبت دورا كبيرا في تغيير رؤى المجتمع وتقدمه، وفي الوقت الحالي نجد المرأة باتت تعمل كموظفة في كافة المؤسسات الحكومية وتنجز أعمالا بناءة ونموذجية، وأن مشاهدة المجتمع المدني هذه الإنجازات ساعده لإدراك مدى أهمية المرأة في جميع الأعمال. ففي الماضي كان يعتقد المجتمع أن مواصلة الفتاة دراستها الأكاديمية يضيع فرصتها في الزواج، ولكن في الوقت الحالي أدرك الجميع أهمية التعليم وبدأوا يشجعون الإناث بالبلوغ على المراتب في العملية التعليمية. مونياتوس ماسترز قالن ستيتي خدم مهارسي مرعى حالفا قليلو يحسب نيرو لو مجن نزيادة مرتنا هتقتل كمان يتوابع كاي مالك نزع الدر هذا من كستيرتها 5 جنيه. أشكر الحكومة الإريترية التي أتاحت لي هذه الفرصة، كما أقدم الشكر للمعلمين الذين بذلوا كل ما في وسعهم لمساعدتي حتى أصل إلى هذه المرحلة، حيث عملت في الماضي لفترة طويلة بهذا المجال كمدرس ومقدم للكورسات، وأن تخرجي بدرجة الماجستير يسرع من وتيرة تقدمي في المجال ذاته، وأتعهد لخدمة الشعب ووطني بوفاء وإخلاص. وستخلي مخانو قلت نهز بيرما بزيت غلابانت كقلقل المخاني قالات. وفي الختام أدى الخريجون القسم لتقديم خدمات صحية عالية الجودة مستفيدين من المعرفة المكتسبة. توجهت اليوم 24 من أغسطس دفعة ثانية من طلاب الإقليم الأوسط إلى سوى لإكمال دراسة الصف الثاني عشر وأداء الواجب الوطني ضمن الدفعة 33 الخدمة الوطنية. الطلاب البالغ عددهم نحو 2000 طالب وطالبة هم تكملة للطلاب الذين توجهوا في 21 من أغسطس إلى سوى ضمن الجولة الأولى. وأوضح مسؤول وحدة المدارس الثانوية في فرع التعليم بالإقليم الأوسط الأستاذ يوهانس سلمون أن الطلاب المتوجهين في المرحلة الثانية قدموا من 5 مدارس ثانوية هي بركة، لمعاد، دنبسنبل وحلاي وسماتات. وأشار الطلاب في الآراء التي أدلوا بها أن الطلاب إلى أنهم استعدوا جيدا معنويا وجسديا لإكمال الصف الثاني عشر في مدرسة وارساي كالو وأداء الخدمة الوطنية، مؤكدين بذل جهود حثيثة لتحقيق نتائج عالية. وعبر الآباء عن تطلعاتهم الكبيرة لسعي أبنائهم الحثيث مثل الدفعات الماضية، خاصة في المجال الأكاديمي من أجل خدمة شعبهم ووطنهم. يذكر بأن المرحلة الأولى من طلاب الإقليم الأوسط البالغ عددهم أكثر من 4000 طالب أتوا من 17 مدرسة ثانوية. عقدت الجمعية الوطنية للمهنيين الزراعيين في 23 من أغسطس الحالي منتداها 12 في العاصمة أسمرة. وألقت رئيسة الجمعية الدكتورة بسرات قبرو كلمة أوضحت فيها أهداف الجمعية المتمثلة في رفع معرفة قدرات الأعضاء ومضاعفة الإنتاج الزراعي بإدخال أساليب حديثة وعلمية إضافة إلى الوقاية البيئية، ولتحقيق ذلك تنظم سيمينارات وورشات عمل بحثية ودورات تأهيلية للمزارعين والشباب، فضلا عن حملات توعية مكثفة حول الجمعية. وقدمت في المنتدى تقارير حول أنشطة الجمعية العامة والمراجع العام. وقدم المشاركون في المنتدى آراء وتوصيات بناءة، من ضمنها أن تلعب كافة الجهات المعنية دورها في تطوير الجمعية وتقدمها، والتعرف على أسباب ركود مشاركة الأعضاء وإيجاد حلول جذرية لها، وغيرها من الآراء والتوصيات. وألقى وزير الزراعة السيد رفاعي النبره كلمة الختام ذكر فيها أنه في الوقت الذي تنخفض فيه مشاركة أعضاء الجمعية تأتي أهمية تعزيز دور كافة الأعضاء وزارة الزراعة وغيرهم لمضاعفة أنشطة الجمعية ودخلها العام، داعيا إلى تعزيز حملات التوعية الجارية لإدراج أعضاء جدد. هذا وتعقد الجمعية الوطنية للمهنيين الزراعيين التي تأسست في 1994 منتداها كل عامين.
تبرع الإيطاليون المقيمون في مختلف الدول ب 5600 يورو و 3300 دولار لصالح صندوق أسر الشهداء. ووفقا للمعلومات الواردة من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، تبرعت الجالية الإيطالية في مانهايم الألمانية وضواحيها ب 2000 يورو لصالح أسر الشهداء. كما تبرع الإيطاليون في مدينة كاسل وضواحيها ب 1400 يورو، وجالية الصمود الإيطالية في مدينة فورسهايم وضواحيها ب 1000 يورو لتنمية صندوق أمانة الشهداء، إضافة إلى مواطن يعيش في هولندا تبرع ب 1200 يورو لرعاية أسرتين من أسر الشهداء. كما تبرعت الجالية الإيطالية في بيروت اللبنانية ب 3300 دولار لتنمية صندوق أمانة الشهداء. أنهى منتخبنا الوطني مشاركته ببطولة دول شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم للأشبال لما دون 15 عاما على وقع التعادل الإيجابي مع نظيره الصومالي في المواجهة التي جمعت الفريقين. للمزيد حول هذا الموضوع إليكم التقرير التالي بصوت الزميل محمود عبد الله أبو كفاح. أنهى منتخبنا الوطني مغامرته ببطولة دول شرق ووسط أفريقيا لكرة القدم للأشبال لما دون 15 عاما على وقع التعادل الإيجابي مع نظيره الصومالي في المواجهة التي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت. المواجهة التي أقيمت ضمن مواجهات المجموعة الأولى جاءت ودية أكثر مما هي رسمية بعد أن سبق وودع الطرفان أدوار البطولة من مرحلة المجموعات، إذ كان كلاهما يمني النفس بنهاية سعيدة تتكلل بالانتصار. وبدأ المنتخب الإريتري متأثرا بالشدة من الخسارة السابقة التي تكبدها في آخر الأنفاس على يد المنتخب الكيني وتحطمت فيها طموحاته، حيث غاب الفريق عن مجريات الشوط الأول الذي شهد تميز للاعبي المنتخب الصومالي، وضيع فيه اللاعب محمد عمر داود ركلة جزاء كانت ستغير عداد النتيجة مع نهاية الحصة التي رسم عليها التعادل السلبي. مباشرة بعد العودة من فترة الاستراحة لم يمهل منتخب الصومال منافسه صاحب الأرض والجمهور، وتقدم بالهدف الأول الذي سجله اللاعب من صابر حسن مصطفى من متابعة لركلة ركنية، بيد أن منتخبنا الوطني لم يتأخر في إدراك التعادل، ومن ركلة حرة ثابتة سجل الجناح الأيسر تمسكن التسفاي الهدف الأول لمنتخبنا الوطني لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف. وفي مواجهة سابقة لهذا اليوم تفوق منتخب بوروندي على نظيره المنتخب السوداني ب4 أهداف نظيفة. هذا وسوف تتواصل منافسات البطولة غدا الأحد بإقامة مواجهتين، حيث تجمع الأولى بين منتخبي تنزانيا وأثيوبيا في مباراة شرفية، فيما تدور الثانية بين رواندا وأوغندا في معركة طاحنة لتحديد متصدر المجموعة الثانية. توفي في 23 من أغسطس الحالي رئيس اتحاد كرة القدم الإيطالي السابق تسفاي غبريسوس عن عمر الناهض 78 عاما. عمل السيد تسفاي لأكثر من 50 عاما كحكم دولي ومحاضرا للتحكيم الكروي بالفيفا والكاف، بالإضافة إلى تسلمه رئاسة اتحاد كرة القدم بوسط شرق أفريقيا سيكافا. وقضى السيد تسفاي ما يزيد عن 22 عاما كحكم دولي، وحكم في العام 1970 و 1980 نهائيات الأمم الأفريقية، وأدار بكفاءة في كأس العالم التي أقيمت في العام 1978 في الأرجنتين، وفي أولمبياد لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1984. وساهم السيد تسفاي بفعالية في النهوض والإدارة الجيدة لكرة القدم الإيطالية أثناء توليه منصب رئيس الاتحاد لكرة القدم، كما عمل في الفترة الأخيرة كعضو اللعب النظيف للفيفا. ونال السيد تسفاي في العام 2012 على أعلى وسام شرف من الاتحاد الأفريقي لإسهاماته في تطور كرة القدم الأفريقية. وسيوارى جثمانه الثرى صباح غد الأحد في مقبرة حسحز. وتعرب مفوضية الثقافة والرياضة الإيطالية عن بالغ حزنها لوفاة السيد تسفاي غبريسوس، وتقدم تعازيها الحارة لأسرته وعشاق الرياضة. سيداتي سادتي إلى فاصل ومن ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستخضع واردات صينية لرسوم جمركية إضافية بنسبة 5% ردا على ما سماه تحرك الصين بدوافع سياسية لفرض رسوم على صادرات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار. وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي أنه من المحزن أن الإدارات السابقة سمحت للصين بأن تتملص حتى الآن من تجارة عادلة ومتوازنة، وهو ما أصبح عبئا كبيرا على دافعي الضرائب الأمريكي. وقال أن الولايات المتحدة ستزيد الرسوم الجمركية على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار
إلى 30% من المعدل الحالي البالغ 25% بدءا من أول أكتوبر. وفي الوقت نفسه أعلن ترامب عن رفع الرسوم الجمركية على بقية البضائع الصينية البالغ قيمتها 300 مليار دولار من 10% إلى 15%. وستبدأ الولايات المتحدة فرض تلك الرسوم على بعض المنتجات بدءا من الأول من سبتمبر، لكن الرسوم على حوالي نصف تلك البضائع تأجلت إلى 15 من ديسمبر. قالت قوات خفر السواحل اليابانية أنها رصدت إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية، في حين قال الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين سقطا في البحر قبالة ساحلها الشرقي. وقال مسؤول أمريكي أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين يبدو أنهما قصيرا المدى طبقا لما أطلقته في الأسابيع الأخيرة. وقال هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت المقذوفين من المنطقة الواقعة حول سندوق حيث يوجد مطار عسكري كوري شمالي. وزار المبعوث الأمريكي بشأن كوريا الشمالية ستيفن بيغن سول الأسبوع الماضي لبحث سبل استئناف المفاوضات. وقال مكتب الرئاسة بكوريا الجنوبية أن المكتب يعقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي بشأن الصواريخ التي أطلقتها كوريا الشمالية. إلى هنا نصل إليكم مشاهدينا الأفاضل إلى ختام هذه النشرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. في أمان الله.